بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. النهاردة إن شاء الله درسنا بعنوان البيئة الصناعية. البيئة الصناعية أو العوامل الطبيعية والبشرية للبيئة الصناعية. في البداية أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة البيئة الصناعية. البيئة الصناعية هي المناطق التي تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة. البيئة الصناعية هي المناطق التي تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة. طيب، ما هي عوامل قيام الصناعة؟ ما هي عوامل قيام الصناعة؟ عشان يكون عندي بيئة صناعية مثالية لابد من توافر عوامل طبيعية وأيضا عوامل بشرية. عوامل طبيعية وعوامل بشرية. بالنسبة للعوامل الطبيعية فتتمثل في الموقع الجغرافي، الظروف المناخية، السطح، المواد الخام اللازمة للصناعة، والطاقة. دي العوامل الطبيعية. طيب، ايه هي العوامل البشرية؟ تتمثل العوامل البشرية في الأيدي العاملة والخبرة الفنية ورأس المال والنقل والمواصلات وأخيرا السوق. خلاص، يبقى كده عوامل قيم الصناعة في عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية زي والموقع الجغرافي والظروف المناخية والسطح والمواد الخام والطاقة. طب العوامل البشرية الأيدي العاملة والخبرة، رأس المال والنقل والمواصلات والسوق. هنبدأ أول حاجة بالموقع الجغرافي. يجب بناء المصنع بعيدا عن المناطق السكنية بالمدن وقريبة من مصادر المواد الخام. يجب بناء المصنع بعيدا عن المناطق السكنية بالمدن وقريبة من مصادر المواد الخام والطاقة. دي بالنسبة للموقع الجغرافي. طيب، بالنسبة للظروف المناخية يجب أن تكون ملائمة لأنواع الصناعات كالغزل والنسيج في الدلتا. بسبب إيه؟ بسبب وجود المناخ المعتدل. ودي بتيجي مهمة، سؤال مهم بما تفسر منطقة الدلتا مكان مناسب لصناعة الغزل والنسيج، أو طبعا بسبب جودة المناخ المعتدل. كما يجب مراعاة اتجاهات الرياح عند إقامة المصانع. دي رقم 2. يجب مراعاة اتجاهات الرياح عند إقامة المصانع. طيب، خصائص السطح. بالنسبة للسطح، طبعا احنا عارفين ان السطح ما ينفعش طبعا ان حد يعمل بيئة صناعية فوق جبل او في وسط صحراء او في وسط جزيرة. لا، الخصائص السطح حيث ان خصائص سطح البيئة الصناعية تتطلب المصانع ارض مستوية. تتطلب الصناعة او تتطلب المصانع ارض مستوية بسبب طبعا سهولة النقل والمواصلات. طيب، نيجي على بعد كده على حاجة اللي هي المواد الخام. رابع حاجة المواد الخام. المواد الخام، هناك مواد خام زراعية زي القمح والذرة والقطن والكتان. وهناك مواد خام حيوانية زي الجلود والألبان. وطبعا الألبان والحيوانات كالماشية والأغنام هي مصدر المواد الخام الحيوانية. وهناك مواد خام معدنية مثل الحديد والمنجنيز والفوسفات. ومواد خام صخرية مثل الصخور المختلفة زي الرخام مثلا. خلاص. طيب، نيجي بعد كده على مصادر الطاقة. طبعا مصادر الطاقة مهمة في ايه؟ طبعا الطاقة مهمة في البيئة الصناعية لإدارة المصانع والفحم ومشتقات البترول. لإدارة المصانع مثل الفحم ومشتقات البترول والغاز الطبيعي. وهناك مصادر طاقة جديدة زي الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية السلمية. طبعا الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية دي بيسموها طاقة نظيفة. ليه؟ لأنها تعمل على حماية البيئة من التلوث. طيب، مشتقات البترول. مشتقات البترول تعريفها هو يتم تكرير البترول الخام في المعمل لاستخراج الوقود. يعني البترول بيجي خام من تحت الارض، بعد كده بيروح تكرير البترول، معامل تكرير البترول، ويستخرج منه السولار والبنزين كيروسين والمازوت والبوتاجاز ايضا. طيب، ما هي العوامل البشريه بقى للبيئه الصناعيه؟ توفر الايدي العامله، المهارات الفنيه المدربه، وموقع المصنع بالقرب من مناطق السكان، سكن العامل للراحه. طيب، اول حاجه راس المال. دي العوامل البشريه، الايدي العامله والمهارات الفنيه وموقع المصنع بالقرب من مناطق السكان. هنبدأ الأول برأس المال. فرأس المال أساسي في قيام الصناعة وتحسين نوعياتها، وتوافر في مصر خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي. بالنسبة للنقل والمواصلات، تتيح الفرصة للنقل العام والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة في مصر. طبعا بيقول إن مصر طبعا في شبكة متطورة من نقل السيارات والسكة الحديد والنهرية والبحرية. بالنسبة للسوق، السوق عارفينه نوعين، في سوق محلية وسوق خارجية. السوق المحلية وهي بتلبي طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية. طب السوق الخارجية بتلبي طلب الدول الأخرى للمنتجات الصناعية زي الدول العربية أو الدول الأجنبية. طيب، بعد ما تعرفنا على الصناعة في مصر وتعرفنا بعد كده على العوامل الطبيعية والعوامل البشرية لقيام الصناعة، عايز أعرف إيه هي أهمية الصناعة. للصناعة أهميات: رقم واحد، توفر فرص العمل، تقدم المنتجات الصناعية للشعوب، وتساهم في زيادة الدخل القومي لمصر
والحصول طبعا على العملات الأجنبية، كما أنه تساهم في ارتفاع المستوى الاجتماعي للتعليم والثقافي للسكان. وتتنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصناعية، يوفر طبعا فرص العمل ويقلل من البطالة. ايه هي مجالات العمل المتاحة اللي موجودة؟ في عند المصانع والمنشآت الصناعية والتجارة والنقل والمواصلات. خلاص. طيب، توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية المواد الخام للعديد من الصناعات. البيئة الزراعية توفر للبيئة الصناعية المواد الخام والأيدي العاملة والمنتجات الغذائية لإشباع حاجة العاملين بالصناعة. طيب، البيئة الصناعية توفر ايه للبيئة الزراعية؟ حيث توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية الأسمدة والمخصبات الكيماوية والآلات الزراعية لحصد المحاصيل والمنتجات الغذائية المصنعة. زي مثلا زراعة القطن، بتتطلب بزراعة القطن مهمة في صناعة المنسوجات، وزراعة قصب السكر مهمة في صناعة السكر. طيب، عايز اتعرف بعد كده على خصائص سكان البيئة الصناعية. خصائص سكان البيئة الصناعية طبعا: ترتفع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية. ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، حيث أن طبعا البيئة الصناعية تتطلب عمال مهرة، حيث ويهتم سكان البيئة الصناعية بتعليم الأطفال ورفاهيتهم ومشاركة المرأة في العمل. طيب، عادات وتقاليد سكان البيئة الصناعية. طبعا في عادات سلبية وعادات إيجابية. العادات الإيجابية زي التعاون بين العاملين بالمصنع والانتظام في العمل. طب بالنسبة للعادات السلبية: التدخين داخل المصنع وترك المخلفات الصناعية دون معالجتها. طيب، ارتفاع نسبة عمالة النساء من 15 إلى 25% خلال فترة 1981 إلى 2002. دي آخر جزئية في درس النهاردة. نكون كده تعرفنا على النشاط الاقتصادي، أو تعرفنا على البيئة الصناعية في مصر، أو العوامل الطبيعية والبشرية للبيئة الصناعية في مصر. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتم. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.